مرحبا يا غوالي، أسعد الله أوقاتكم متابعيني الكرام. حبايب قلبي، بناء على طلباتكم اللي عم تجيني متكررة على القناة، إنه هل الروز، ببغاء الروز، ممكن يتعلم على الكلام؟ أما الروز أصدقائي فهو من الببغاوات يلي كلامه قليل جدا، وبدنا نتعب عليه كتير كتير حتى نسمع منه يمكن كلمة أو كلمتين، لأنه هو من الببغاوات الغير متكلمة. يعني بعد تدريب وتعب كتير ممكن يحكي كلمة أو كلمتين. وعلى فكرة، ومن ميزات الروز انه طائر مهرج جدا جدا، يعني صاحب حركة كتير كتير، بيحب يلعب. واذا كان اليف وانت متعود انك تلعبه فما رح يثبت عندك على ايدك كتير، لانه بيحب الطيران وبيحب اللعب. وبالنسبة لتعليمه على الكلام، كمان نحن بدنا نجيبه فرخ صغير، مثل ما سبق يعني حكيت انا بالفيديوهات السابقة. يعني مشان ننجح نحن بتعليم الببغاوات كلها بشكل عام على الكلام، بدنا نجيبه فرخ صغير اصدقائي. يعني اذا ما نحن طعميناه وغريناه، معلش اذا جبناه مفطوم جديد ونحن جينا صرنا نعلمه على الكلام، يعني من خلال نحن كلامنا معه، او عن طريق الموبايل، عن طريق التليفون، اذا حطيت له انا نغمه وكررت له اياها كذا مره بالنهار لوقت تمام، انه يستوعب فيه هذا الصوت ويحفظه. والاهم من هيك اصدقائي، انه يكون لوحده بالبيت. اي نوع من الببغاوات لازم يكون لوحده بالبيت وقت بدنا نعلمه على الكلام. اما تفريخه فهو سهل وبسيط جدا، ومو بهديك الصعوبة اللي الناس مثلا بتحكي فيها. مثله مثل الباجي اصدقائي، كمان ببيض من الاربع بيضات للست بيضات تمام. وهذا الشيء بيتحدد حسب نوع الغذاء اللي نحن عم نغذيها، لحتى ممكن يوصل للسبع بيضات اصدقائي.